وبيترحلوا على طياره بعد كده. فبيقول فيجاي للظابط ان هو عاوز يدخل الحمام، وساعتها بيكلبشوه بس هو بيضربهم وبيحبسهم. لكن واحد بيهجم عليه من رجال الدون وبياخد باراشوت وبينط من المكان، فبينط وراه فيجاي وبيقدر يقتله وبيفتح الباراشوت وبينزل بسلام. وبيروح بعد كده لروما واللي بتحضنه وكانت خايفه عليه جدا وبتقول انها بتحبه وبتفضل تطمنه، وبتقول له ما تقلقش هنلاقي لها حل ونقدر نثبت براءتك. وتاني يوم بيكلم واحد جيسي وبيساومه على السي دي مقابل ابنه، وبيروح فعلا لمكانهم وبيلاقي قدامه سيلفا وبيكون ما ماتش، وبيقول له انا اسمي فردهان وانا مش ظابط اصلا، واني زيفت موتي علشان ابعد الشرطه عني، وان هو نفس الشخص اللي حرضه يسرق الماس زمان. فبيرفض ان هو يديله السي دي، وساعتها بيوري له ابنه وبيهدده. فبيكلم واحد صاحبه وبيقول له يجيب السي دي ويجي، فبيحبسه هو وابنه وساعتها بيحضنه، وما بيكونش مصدق ان هو اخيرا لقاه. وبيهربوا من فتحه التكييف وبيطلعوا فوق المبنى وبيوصلوا للمبنى التاني ويقدروا يهربوا. وبالليل بنشوفهم وهم ماشيين وبيجي فيجاي وبيفضل ماشي وراهم، فبيهجم عليه جاسي وبيفضلوا الاتنين يتقاتلوا مع بعض. وفي الاثناء دي بيشوفهم الولد وبيتعرف على فيجاي وبيجري عليه فورا وبيقول لابوه ان ده الشخص اللي رباه، فبيسيبه وبيفضل يشكره